ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير دايما. واتمنى الحاجات اللي انا بنزلها كده تعجبكم ان شاء الله. هو مفيش تفاعل قوي يعني، بس يعني المصريين معروفين بيحبوا الخل بعض جامد قوي بصراحة. فانا دلوقتي جايه لكم بطريقه حلوه قوي قوي، تستثمري فيها الملوخيه. قربت تخلص من السوق. الملوخيه بجد رخيصه جدا الايام دي، وبعدين هي اصلا خلاص يعني ماشيه. السوق السيزون بتاعها بيخلص. تمام. فالطريقه النهارده احنا كنا زمان كلنا بنعملها بالمخرطه، وكانت اللي ما عندوش وقت كانت دي بالنسبه له بتبقى ايه، مهمه صعبه. احنا بقى جينا دلوقتي بطريقه حلوه قوي هتسهل عليكي طريقتها، وتسهل عليكي شغلها، وتقدري تحفظيها لرمضان، لضيوف، لاي حاجه تكون عندك، او مستعجله تطلعي الكيس من الفريزر وتحطيه في الشوربه. بس تسيبيه قبل ما تحطيه في الشوربه، بتسيبيه يحل شويه. فانا طبعا جبت الملوخيه. هي في اسواق بتبيعها بالربط، واسواق بتبيعها بالكيلو. طبعا اللي رابطه ب5 جنيه دلوقتي. اهي زي ما انتم شايفين. طبعا انا عامله نص، والنص التانية في الفرامتو وهوريهولكم. ديت كده 5 ربط. بس طبعا مش دول، يعني انا عامله منهم شويه وهوريهم لكم دلوقتي. بس انا قلت اوريكم ايه اللي انا هفرمه. فهتجيب الخلاط او الكبه بتاعتك، بس هو الخلاط افضل لان الخلاط بيطلعها ناعمه جدا، وبتبقى معاكي حلوه، ما بتسقطش معاكي في الشوربه. فطبعا انا قطفتها وغسلتها وسبتها تنشف شويه. ماشي. لان لو عملتيها بالميه بتاعتها مش هتبقى ظريفه يعني، بس انت تسيبها تنشف عشان تبقى معاكي مفرفره كويس. فدلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنجيب الخلاط بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. بصوا حبايبي، ده كده الخلاط اهوت. انا كنت عامله فيه نص الكميه، وهعمل معاكم نص الكميه التانية اهي. هتجيبي الخلاط وتحطيه كده، وتحطي الكميه كده زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا الرخامه نضيفه والحاجه كلها نضيفه. ماشي. هتحطي حبه ميه على قد ما يدور معاكي الخلاط. ماشي. وهنفرمها واجي اوريها لك دلوقتي. حبايبي رجعت لكم تاني بعد ما ضربنا الملوخيه في الخلاط. بتزودي لها حبه ميه، مش كتير طبعا، على قد الخلاط ما بيمشي معاكي. وبتضربيها بالشكل ده. بصي ناعمه ازاي، شايفه الجمال، وخضره وجميله ازاي. وما بتحطيها برضو في الحله معاكي بتفضل خضره. لا زودت كربوناتو ولا زودت حاجه ولا اي حاجه، زي ما هي اهي. شايفين النعوميه؟ النعوميه حلوه جدا جدا. هتفضل معاكي كده لحد ما تيجي تعمليها. ان شاء الله قعدت معاكي سنه في التلاجة. بصراحه انا اول مره السنه دي اجربها في الخلاط. انا كنت بخرطها وبشيلها، فلقيتها بصراحه لما بتيجي تخرطيها وتشيليها، اول حاجه بتسود، تاني حاجه اما بتيجي تعمليها بتسقط معاكي في الشرب. فدي انا جربتها مش المره دي، انا جربتها مره قبل كده وعملتها، لسه عاملاها امبارح. الصراحه طلعت كويسه. كنت بضربها بخشنها شويه، انما انا النهارده ضربها ناعم. فتجربي الطريقه دي والطريقه دي. الخشنه نفعت معاكي اهلا وسهلا، الناعمه نفعت معاكي اشتغلي بيها. ماشي. هتجيبي اكياس ثلاجه زي دي زي ما انت شايفه كده، وتحطي على قد الطبخه اللي انت عايزاها اهو. على قد الطبخه اللي انت عايزاها، وتربطي الكيس كده، ولا اروع من كده. انا عشان جربتها ونفعت معايا، فانا قلت اقول لكم عليها. ماشي. لحظه بقى اجيب لكم الكميه. ال 20 جنيه عملت قد ايه كميه. بصوا حبايبي، دي الكميه اللي انا عملتها. قلت لكم انا جبت ب 20 جنيه. ال 20 جنيه عملوا 5 ربط. تمام. ممكن تجيبي كميه اكتر من كده، ممكن تجيبي كميه اصغر من كده، على حسب
العدد اللي انت عايزاه وعلى حسب ما انت عايزه كميه قد ايه. وطبعا انا بعملها ناشفه كمان، فانا حبيت ان انا اوريكم الخضره. بصي ادي الكميه اهي، عملت 4 اكياس. ال4 اكياس دول على قد طبخ اهو، مش ال4 على قد طبخه، يعني تاخدي الكيس على قد طبختك يعني. ماشي اهي، حلوه وجميله وموفره في الوقت وموفره في المجهود، لا تقعدي تخرطي ولا تقعدي تعملي اي حاجه زي ما انتم شايفين اهي. ولما بتنزل كمان الميه اللي قصدي الشوربه بتبقى خضره والله، ولا تضيفي عليها اي حاجه اهي، ولا تضيفي عليها كربوناتو ولا تضيفي عليها اي حاجه. هتطلعيها من الفريزر ماشي، هتبقى معايا. هستنوا هوريكم انا اللي انا مخزناها زي دي. بصوا حبايبي، دي في الفريزر اهي، انا مخزناها في الفريزر وبشتغل منها. الكيس بتطلعيه زي كده وبتقومي في الشوربه بس يسيح الاول. في ناس بتقولك ما يسيحش، انا جربت اللي ما يسيحش دوت لقيته سقط معايا في الشوربه. يعني انت بتطلعيه كده من الفريزر وتقومي حاطاه في الشوربه اللي بتغلي، سقط معايا. امبارح عملتها، طلعتها فكيتها وحطيتها ما سقطتش معايا. فانت الافضل ليكي ان انت تطلعيها من الفريزر، تسيبيها تسيب يعني تفك شويه، تفك يعني تبقى زي دي كده مثلا، او فيها حبه تلج صغيرين ماشي، هتبقى معاكي زي الفل. ادي اللي متخزنه وادي اللي معموله طازه، ادي الطازه وادي اللي معموله في الفريزر اللي انا بشتغل منها، وطريقتها عجبتني فقلت ايه اوريها لكم. ماشي، اتمنى ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم وتكون عند حسن ظنكم، وتجربوها وتوفر لكم وقتكم وتوفر لكم مجهودكم. تمام يا حبايبي، اتمنى ان شاء الله اشوفكم على خير باذن الله. حبايب مطبخ عزة، وتجربوها وتقولوا لي النتيجه بتاعتها في الكومنتات. واتمنى التواصل مع بعض، واتمنى كده نكون قلبنا على قلب بعض باذن الله. اشوفكم على خير حبايب مطبخ عزة، مع السلامه.